ويلا بينا نبدأ صفحة جديدة من غير ما نقول لأي حد. تعالي نبدأ بداية صح، من غير إعلانات ومن غير ما نقعد نقول احنا بنتغير أو اتغيرنا، لأن التغيير الحقيقي اللي بيكمل بجد بيحصل في هدوء وفي السر. تعالي نبدأ مع نفسينا صفحة جديدة، مش عشان سنة جديدة بدأت ولا عشان موقف وجعنا زمان، لأ، احنا هنبدأ عشان تعبنا من الإحساس إننا واقفين في مكاننا، وإن الحياة بتجري وكل الناس بتمشي واحنا واقفين محلك سر. وأول حاجة وقفة الشجاعة والانسحاب الراقي. تعالي نبدأ نحل مشاكلنا بجد وما نخافش. تعالي نقف وقفة شجاعة مع نفسنا ونقول كفاية خوف، وكفاية نعيش حياتنا واحنا دايما بنسأل في دماغنا الناس هتقول ايه، فلان هيقيمني ازاي، هيقولوا ايه عليا لو اخترت نفسي وراحتي. الحقيقة اللي محدش قالها لك قبل كده ان الناس كده كده بتتكلم، عملتي او ما عملتيش، بس الفرق الجوهري انك لو عشتي عشانهم وبس هتخسري نفسك، ولو عشتي لنفسك وبما يرضي ربنا هتكسبي سلامك النفسي، وهتكتشفي ان دايرتك مفيش فيها غير الناس السوية وبس. وعشان كده يلا بينا ننضف دايرتنا زي ما بننضف بيتنا بالظبط. في حياتنا ناس بتقلل مننا، ناس بتكسر حماسنا، وناس بتشكك في قدراتنا، ودايما بتحسسك انك اقل. هما مش دايما بيكونوا اشرار، بس هما مؤذيين لروحك. والأذى مش لازم يكون شتيمة ولا ضرب، الأذى أحيانا بيبقى كلمة محبطة أو نظرة استصغار، ضحكة سخرية، أو مقارنة بينك وبين حد تاني. وتاني حاجة سحر الغموض وقضاء الحوائج بالكتمان. ولازم نعترف لنفسنا إن الناس دي كانت سبب رئيسي في عطلتنا، مش لأنهم أقوى مننا، لأ، لكن لأننا مع تكرار كلامهم المؤذي صدقناهم. تعالي نسحب نفسنا بهدوء، من غير خناق، من غير تبرير، ومن غير شرح ملوش لازمة. انسحاب هادي من أي محيط انتي مش مرتاحة فيه، من أي تجمع بيزعجك، ومن أي قعدة بتحسي بعدها بتقطيم في قلبك، ومن أي مكالمة سلبياتها أكتر من إيجابياتها. الانسحاب ده بيكون عشان تحمي نفسك وتصوني روحك، مش عشان تعاقبي حد. ونختار صحبة ترفعنا. اختار الناس اللي عندها هدف، ناس بتشتغل على نفسها، بيغلطوا ويكملوا، وبيتمنوا لك الخير بجد. الناجحين عمرهم ما بيحبطوا حد، والناس الطموحين عمرهم ما بيكسروا مقاديف حد، واللي واثق من نفسه عمره ما بيقلل من غيره أبدا مهما حصل. تعالي نصاحب الناس الصالحة، ناس قريبة من ربنا، كلامهم بيطمن ووجودهم بيقوي، ناس مش مثاليين لكنهم صادقين، ولما تقعي بيفكروكي تقومي ومش بيشمتوا فيكي. تعالي نشجع بعض، احنا مش في سباق ولا بنسابق حد، احنا بنمسك ايد بعض ونقول لبعض يلا نكمل، احنا قادرين وربنا شايف تعبنا وعمره ما هيضيعه ابدا. واعملي كل ده وانتي بتحتسبي الاجر عند ربنا سبحانه وتعالى. كل مرة بتبعدي عن اذى، كل مرة بتختاري نفسك، كل مرة بتصبري، قولي يا رب انا بعمل ده عشانك، وربنا عمره ما بيكسر بخاطر حد لجأ له. اما تالت حاجة الاهتمام بالنفس من جوه ومن بره. تعالي بقى نهتم بجسمنا من جوه قبل بره. تعالي نبدأ من الأساس من غير تزييف ولا مظاهر. طول ما صحتنا كويسة وطول ما جسمنا بخير هنقدر بإذن الله نعمل أي حاجة في الدنيا. الاهتمام من جوه انك تطمني على نفسك بجد، تعملي تحاليل وفحوصات دورية، وتسألي على جسمك مش عشان تخافي، لأ، عشان تطمني.
وكمان اسألي نفسك، هل أنا بنام كويس؟ باكل كويس؟ بشرب مية كفاية؟ هل جسمي تعبان وأنا اتعودت على التعب؟ حاولي على قد ما تقدري تدي جسمك أكل نضيف وفيتامينات وراحة. جسمك أمانة، مش آلة شغالة وخلاص، وربنا هيسألك عليه. وبعد كده لما صحتك تبقى بخير، اهتم بنفسك من بره، عشانك انتي مش عشان الناس. مهم ان شكلك يبقى حلو، مظهرك مهندم، ولبسك نضيف ومرتب ولايق عليكي. مش لازم يكون غالي ولا ماركة ولا ترند، المهم يكون مريح ومظبوط. واهتم بشعرك وبشرتك، دوري على حلول بسيطة ومش مكلفة، لان الاهتمام نفسه بيفرق جدا في نفسيتك. ولما تبصي في المراية وتحسي انك راضية، ده بيديكي قوة وثقة رهيبة من جواكي. ورابع حاجة، احترام أحلامك وتغيير حظك بالتدريج. وهنا لازم نعرف ان التغيير مش قالب واحد. التغيير مش بس نجاح مادي او مشروع او فلوس، ومش لازم تبقي شبه حد تاني. احنا مختلفين واحلامنا كمان مختلفة. اللي يفرحك ممكن يبان بسيط لغيرك، بس هو كبير عندك انتي، ودي حاجة ما تقللش منك ابدا. في ناس حلمها انها تبدأ مشروع، وناس حلمها تحفظ القرآن، وناس حلمها بيتها يبقى دايما هادي ومرتب، وناس حلمها بشرتها تبقى صحية. كل حلم يحترم طالما بيسعدك ومش بيغضب ربنا. بلاش تبصي لفلانة وتقولي عندها وانا ما عنديش. لو انتي مبسوطة وانتي بتعتني بنفسك وبيتك، يبقى ده نجاحك وده طريقك. والتصالح مع نفسك مش انك تقولي خلاص سامحت نفسي وخلاص، لا. التصالح انك تعترفي بوعي انك قصرتي واتأخرتي وضيعتي وقت وسكت على حاجات ما كانش ينفع اسكت عليها، بس انا كنت بعمل اللي كنت بقدر عليه وقتها بالوعي والقوة اللي كانت عندي. والصفحة الجديدة مش لازم تكون مثالية. النسخة الجديدة منك هتغلط وهتكسل وتضعف وتقع، بس الفرق انها هتفهم نفسها وهتقوم على طول من غير ما تجلد ذاتها. يلا بينا نصلح حياتنا حتة حتة، مش مرة واحدة. مش لازم نقلب الدنيا بكرة الصبح، لكن نحاول نصحى بدري شوية، نقلل الدوشة حوالينا، نبطل مقارنات، ونرتب مكاننا وننظم وقتنا. ونيجي بقى لخامس حاجة، بيتك هو نفسيتك. وعايزاكي تعرفي ان بيتك هو نفسيتك. البيت اللي دايما مكركب غالبا وراه واحدة بالها متلخبط. ابدأي بأقل حاجة، ترتيب سريرك أول ما تصحي من النوم، مطبخك يكون دايما رايق، وما تراكميش المهام عليكي عشان ما تتحولش لجبال. وما تلوميش نفسك لو تعبتي في يوم أو قصرتي. كلنا بنمر بلحظات بنبقى مكسلين ومش قادرين نعمل حاجة. تقبليها على أنها وقت مؤقت للراحة، وهنرجع تاني لحياتنا الهادية والمنظمة. التغيير بيحصل بأقل الإمكانيات اللي موجودة عندك. وما تستنيش لما يكون معاكي فلوس أكتر أو الظروف تتحسن. ابدأي باللي في ايدك دلوقتي. هاتي ورقة وقلم وابدأي خططي انت عايزة ايه وبتحلمي بايه، وربنا يبارك في القليل لما تكون النية صادقة وطيبة. احنا بنغير حظنا بايدينا. الحظ مش ضربة بتيجي فجأة، الحظ اختيار وقرار واستمرارية. لما تغيري كلامك مع نفسك ونظرتك ليومك وطريقة إدارتك لوقتك، حظك كمان بيتغير من غير ما تحس. يا بنات، احنا عايزين نعمل كده عشان نبقى النسخة اللي بننبهر بيها لما بنشوفها في حد تاني. الشخصية الناجحة والطموحة اللي عندها نظرة لقدام. بس الحقيقة النسخة دي تعبت ووقعت واتخذلت، بس قامت وكملت. وانتي تقدري تبقي كده لان جواكي نفس الشغف. وعشان كل ده يحصل بجد ونستمر فيه، محتاجين نعمله في السر،
أي عادة جديدة، أي تغيير بسيط، ما تقوليش لحد، سيبيه يكبر بينك وبين نفسك واشتغلي عليه، وخلي النتيجة هي اللي تظهر وتتكلم عنك. ولو حاسة انك متأخرة، فكري، يمكن انتي لسه بتتحضري لحاجة أعظم في المستقبل. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. يا رب يكون الفيديو ده عجبكم وطلعتوا منه مستفيدين وطاقتكم مشحونة تفاؤل وأمل. وما تنسوش تشتركوا في قناتكم بهدوء مع منى عشان نكبر سوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.